أذكر قصة رواها أحد الفضلاء قال: كنت ألقي محاضرات في أمريكا، فتعرفت من خلالها على شاب مغربي كان يحضر تلك الدروس. بعد سنوات سألت عنه، فقال أصدقاؤه: فلان أصبح ملياردير. فقال الشيخ: ملياردير؟ وكيف؟ ماذا فعل؟ فقصوا عليه القصة. قالوا: يا شيخ، كان في إحدى المرات في برج التجارة العالمي في أمريكا، يصعد في المصعد، شفتوا البناية عالية طوابق بالمئة طابق، فيستغرق هذا مدة. فصعدت معه امرأة أمريكية حسناء جميلة، فغض بصره ولم ينظر إليها، فاستغربت منه، يعني هذا أمر غير معتاد هناك. فحاولت مثل ما نقول بالعامية تتحركش فيه كذا، غض بصره، لا يرفع بصره من على الأرض أبدا. سبحان الله، بتقدير الله نزلا في نفس الطابق. فسألته: يا فلان، لماذا لا تنظر إلي؟ هل أنا قبيحة؟ فقال لها: والله لا أعلم، أنت قبيحة جميلة لا أعلم، لم أرك. سبحان الله، وهو لا ينظر إليها أبدا. فقالت: إذن لماذا لا تنظر إلي؟ قال: ديني يحرم علي النظر إلى النساء. الله أكبر. فقالت: وأي دين هذا؟ ما دينك؟ قال: الإسلام. دهشت، ما هذا الدين الذي يمنعه من مجرد النظر إلى امرأة وهو في مكان لا يراه أحد من الناس من الخلق؟ سبحان الله. فأعجبت به. قالت له: يا فلان، أنا عندي أموال كثيرة وشركات ومصانع، صاحبة مليارات، ولم أجد أحدا أأتمنه على نفسي وعلى أموالي إلا أنت، هل تتزوجني؟ فقال: إن أسلمت نعم. قالت: أسلم. كيف؟ دلني. قال: تغتسلي ثم تذهبي إلى المركز الإسلامي في المدينة الفلانية. فذهبت في نفس اليوم وأعلنت الشهادة، نطقت الشهادة، ثم تزوجها. فماذا فعلت؟ تنازلت له عن كل أملاكها، قالت له: أنا أمنتك على نفسي وأنت بعيد عني، فكيف لا آمنك على ما أملك وأنت قريب مني؟ سبحان الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يا عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.